هاي، أنا اسمي سدرة، مهتمة بتعلم البرمجة وتصميم الألعاب، وبحب أشرح الأفكار البسيطة بطريقة سهلة وواضحة. في الفيديو ده هقدم شرح سريع عن لعبة روك بيبر سيزرز من ناحية الفكرة والبرنامج اللي ورا. النهارده هنتكلم عن لعبة بسيطة جدا لكن مشهورة في كل العالم، لعبة روك بيبر سيزرز. اللعبة دي بيعتمد مبدأها على 3 اختيارات: الحجر والورقة والمقص. القواعد سهلة: الحجر يكسب المقص، والمقص يكسب الورقة، والورقة تكسب الحجر. كل لاعب بيختار حركة في نفس اللحظة ومن غير أي تفكير طويل أو أدوات. اللعبة بتستخدم كتير اتخاذ قرارات سريعة، زي مين يبدأ الأول أو مين يكسب تحدي بسيط. ورغم بساطتها، اللعبة بتعتمد على التوقع والتركيز، وأحيانا على قراءة تصرفات الشخص اللي قدامك. عشان كده روك بيبر سيزرز مش مجرد لعبه اطفال، لكن لعبه ذكيه وسريعه وتفضل ممتعه مهما كبرت. دلوقتي خلونا نتكلم عن البرنامج ده. ازاي لعبه روك بيبر سيزرز بتتعمل على الكمبيوتر؟ البرنامج بيعتمد على فكره بسيطه جدا، ان اللاعب يختار بين حجر او ورقه او مقص، والكمبيوتر يختار اختيار عشوائي. بعد كده البرنامج يقارن بين الاختيارين، لو اختيار اللاعب اقوى يكسب، ولو الكمبيوتر اقوى اللاعب يخسر، ولو الاثنين نفس الاختيار تبقى تعادل. البرنامج معمول باستخدام شروط بسيطه زي اف والس عشان يحدد مين الفائز في كل مره، وكمان بيبقى فيه واجهه بسيطه بتظهر اختيارات اللاعب واختيار الكمبيوتر والنتيجه في الاخر. رغم ان البرنامج شكله بسيط، الا انه بيعلمنا اساسيات مهمه في البرمجه زي التفكير المنطقي واستخدام الشروط والاختيارات العشوائيه. عشان كده لعبه روك بيبر سيزرز بتعتبر مثال ممتاز لتعلم البرمجه للمبتدئ. البروجرام بتاعنا عندنا هنا يوزر وعندنا كمبيوتر، يبان النقط بتاعت كل واحد، وعندنا هنا 3 اختيارات نبدا ان احنا نختار منهم. وليكن مثلا هختار روك، يجي لي ان احنا الاثنين اخترنا روك، تعادل. نختار مثلا سيزرز، يجي لي ان انا فزت. سيزرز اللي هي يوزر بيتس بيبر اللي هو كمبيوتر، يو وين. يعني انا اخترت سيزرز والكمبيوتر اختار بيبر، واحنا عرفنا ان البيبر بتغلب السيزرز. بعد كده مثلا نختار بيبر، هنلاقي برضو ان انا فزت. بيبر اللي هي يوزر بيتس روك اللي هو كمبيوتر يو وين. ده كان البروجرام بتاعنا، هو بروجرام بسيط بس بيعلمنا اساسيات البرمجه. يعني يا رب يبقى عجبكم الفيديو. باي باي.